بصر ذهبي من الست نجوى، كان حلمها الغنى، الحين أصبح حلمها الفوز. تحية كبيرة لياسمينة. أنا ياسمينة من مصر وعندي 16 سنة. بفترة الاختبارات المواهب دايماً بتتوتر بالكواليس، خصوصاً ياسمينة يلي بقيت مخبية موهبتها من الخوف وضلت على أعصابها كل النهار. طب انت خايفة ليه؟ أكيد يعني خايفة. يبقى هتفشل. سألوني وأنا في العشق لا أفهم عن العشاق، لا نسأل وخلينا بعيد. برغم خوفها قدرت تطرب اللجنة بصوتها القوي يلي هزهم لحد ما منحتها نجوى الجولدن بازر. المسؤولية كبرت عليها بعد ما ولعت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعاً بقدر ما نالت إعجاب على موهبتها توجه لها أيضاً بعض الانتقادات، الأمر يلي طبعاً زاد الضغط عليها. دقايق وأطلع مرعوبة جدا، قلبي هيقف مني. رحبوا معانا من مصر بياسمينة. بأغنيتين لأم كلثوم أثبتت إنه صوتها قدير وبيقدر يذهل اللجنات دايماً. مصر كلها رح تكون فخورة فيكي والعالم العربي. انت ممتازة يا نجمي، صرتي من الآن. المشترك يلي رح يتأهل مباشرة للنهائيات ياسمينة. وبهيك تمت فرحتها لما نالت أعلى نسبة تصويت من المشاهدين وانتقلت للنهائية. فرحانة بكل كلمة اتقالت والله العظيم، كمان إن أنا رفعت راس أستاذة نجوى. والليلة نهاية المشوار بأرابز جوت تالنت، فهل رح تختموا بفرح مثل ما بتتمنى؟ في الفاينل اخترت أغنية مختلفة شوية عن الأغاني اللي أنا غنيتها، هي مش كلاسيكي قوي زي عن العشاق اللي غنيتها في الأول، لكن هي صعبة قوي، ودلوقتي هو داخلة أغنيها وإيدي على قلبي، ويا رب تعجب الناس زي ما عجبتهم الأغاني اللي قبل كده.
ياسمينة.